وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أبناء البطة السوداء. في مشهد من رواية البؤساء للكاتب الفرنسي فيكتور هوجو، المشهد ده بيكشف عن قوة الكلمة وتأثيرها في حياة أي حد فينا. جان فالجان الشخصية الرئيسية في الرواية كان مسجون لفترة طويلة ظلم، وخرج من السجن بحقد كبير جدا على المجتمع. في أول يوم ليه بعد ما خرج من السجن تعب وجاع وما كانش لاقي أي مكان ينام فيه، فقرر ينام قدام باب الكنيسة. لكن القسيس اللي كان موجود في الكنيسة شافه وقرر يستضيفه عنده رغم إنه ما كانش يعرفه. القسيس أكرمه ووفر له طعام ووفر له كمان مكان ينام فيه. لكن جان فالجان قرر يسرق منه شمعدانات فضة وهرب. المفاجأة بقى حصلت لما الشرطة قبضت عليه ورجعوه للقسيس مرة تانية. القسيس مش بس سامحه، لكن قال للشرطة إن هو اداله الشمعدانات دي كهدية وزود كمان عليهم 2 كمان فضة زيادة واداهم له. القسيس قال لجان: استخدمت هذه الفضة لكي تجعل منك رجلا صالحا. يا سلام، الكلمة دي بقى غيرت حياة جان فالجان للأبد، خلته يشوف إن لسه في خير في الدنيا وإنه ممكن يبدأ من جديد ويبقى إنسان كويس. الموقف ده بيبين لنا قوة الكلمة في تغيير مسار حياة الإنسان في العموم. في وسط كل الألم والغضب اللي كان عايشه جان فالجان، الكلمة الطيبة دي كانت كافية جدا عشان تفتح له باب جديد للحياة. من اللحظة دي جان فالجان بدأ يتحول لشخصية تانية، شخصية مليانة بالرحمة والإنسانية، بقى شخص كويس جدا. كلنا مرينا بمواقف كنا فيها في قمة الغضب، وللأسف ساعات الغضب بيخلينا نطلع كلام قاسي جدا وصعب جدا. الكلمة في وقت الغضب ممكن تكون زي السهم اللي بيصيب القلب، بيسبب في جرح صعب جدا يلتئم. ممكن يكون الواحد مش قاصد يجرح أو يأذي، لكن الكلمة اللي بتطلع في لحظة غضب بتفضل محفورة في ذاكرة الشخص التاني. كتير مننا ممكن يكون اتعرض لكلام جارح من حد قريب منه في لحظة غضب، ويمكن بعد كده الشخص ده بيعتذر أو بيحاول يصلح، لكن الجرح بيبقى موجود. الكلمة بتفضل تلعب في الذهن، كل ما تفتكرها بتخلق نوع من الألم الداخلي اللي مش سهل تتخلص منه. وللأسف ساعات بنفقد علاقتنا بحد بسبب كلمة طلعت في لحظة غضب. علاقات سنين ممكن تنهار في ثواني بسبب كلمة، والمشكلة إننا بعد ما بنهدى وبنفكر بنكتشف إن الموضوع ما كانش ليه أي ستين لازمة ولا يستاهل، لكن بيكون فات الأوان. عشان كده مهم جدا إننا نفكر كويس قبل ما نتكلم في وقت الغضب، لأن الكلمة اللي بتطلع مش هترجع تاني. على النقيض بقى الكلمة الطيبة دي بتكون زي البلسم كده، بيطيب الجروح. في وقت الفرح لما حد بيقول لي أنا فخور بيك أو إنك عملت إنجاز، الكلمة دي بتديني دافع أكمل وأحقق أكتر. الكلمة الطيبة بتخلق جو من الإيجابية والسعادة، بتخلينا نحس إن مجهودنا متقدر وإننا على الطريق الصح. وفي وقت العتاب الكلمة الطيبة برضو بتلعب دور كبير. لما بنختلف مع حد بنحبه العتاب بيكون مهم، لكن طريقة العتاب بقى هي اللي بتحدد إذا كان العتاب ده هيصلح العلاقة ولا هيبوظها أكتر. لما يكون العتاب بالكلمة الطيبة والتفاهم بيخلي الطرفين يحسوا إن في احترام وتقدير ما بينهم، وإن الهدف إن احنا نصلح اللي ما بيننا، ما نجرحش ببعض. الكلام مش بس وسيلة للتواصل، ده ليه تأثير علمي ونفسي كبير جدا على الإنسان. الدراسات النفسية أثبتت إن الكلمة اللي بنسمعها ممكن تأثر على الكيمياء بتاعة المخ بتاعنا. لما بنسمع كلمة إيجابية الجسم بيفرز هرمونات السعادة. الهرمونات دي بقى مش بس بتحسن المزاج، لكنها كمان بتساعد في تقليل التوتر وتحسين الحالة النفسية في العموم. من الناحية التانية بقى الكلمة السلبية أو الكلمة الجارحة دي ممكن ترفع مستوى هرمون الكورتيزول في الجسم. الهرمون ده بقى مرتبط بالتوتر. المستويات العالية من الكورتيزول ممكن تسبب مشاكل صحية كبيرة جدا على المدى الطويل، زي ضعف المناعة أو مشاكل في القلب أو اضطرابات في النوم. يعني ببساطة الكلمة مش بس بتأثر في نفسيتك، لا ده هتأثر على صحتك الجسدية كمان. نيجي بقى للنقطة الأخيرة والمهمة جدا، وهي أهمية التقدير المعنوي. كل واحد فينا مهما كان قوي أو مستقل بذاته كده بيحتاج التقدير هو اللي بيدينا إحساس بالأمان والأهمية. لما حد بيقدرك بكلمة كويسة بتحس إنك مش لوحدك، وإن في حد شايفك ومقدر مجهودك. التقدير مش لازم دايما يكون مادي. أنا بقول دايما عشان بس في ناس تقولك لا أنت اديني بس فلوس وملكش دعوة. أيوة أنا معاكوا طبعا، أنا مادي جدا. بس برضو التقدير المعنوي بالكلمة الكويسة بيكون أعمق وأصدق طول الوقت.
لما حد بيقولك شكرا أو أنت مهم بالنسبة لي أو أنا بقدر اللي أنت بتعمله علشاني، الكلمة دي بتديك طاقة أكبر، طاقة رهيبة بتخليك تحس إنك على الطريق الصح وإن يلا نكمل. في النهاية لازم نفكر دايما إن الكلمة سلاح ذو حدين، ممكن تجرح وممكن تداوي. خلي كلامك دايما طيب، مش بس للناس اللي حواليك لكن كمان لنفسك. ما تنساش إن أنت كمان تستحق التقدير. الكلمة الطيبة ليك ولغيرك هي اللي بتصنع فرق كبير جدا في حياتنا. واللي حصل مع جان فلجان في البؤساء مش بعيد يحصل لأي حد فينا. كلمة ممكن تغير مسار حياتك كله. عشان كده لازم تختار كلماتك بحرص وخليها دايما سبب في إنك تبني مش تهد. كده تكون حلقتنا خلصت. أنا إسلام عمر ونتقابل في الحلقة الجاية من بودكاست أبناء البطة السوداء. شكرا ليكم.